6 صباحا بتوقيت جرينتش، 9 صباحا بتوقيت مصر، والذهب شغال في نفس المنطقة العرضية ما بين 3750 و 3791. أعلى قمة جابها الذهب فتحنا عند 3764 سعر الإغلاق امبارح، ونزلنا لغاية 3750، وبعدين أعلى نقطة جبناها النهاردة 3777. من حيث التحليل الفني في تشبع شرائي على المدى القصير، دي رقم واحد. من حيث التحليل الأساسي، جيروم باول امبارح ابدى بعض التحفظ فيما يخص معدلات الفايده فيما تبقى من فتره ولايته، اللي هم ال7 شهور اللي جايين، اللي هم من شهر 10 حتى شهر مايو 2026. وقال ان احنا علينا ان نتريث ونراقب البيانات الاقتصاديه عشان اقدر احدد ان كنت هخفض الفايده في الفتره اللي جايه او احافظ على معدلات الفايده المرتفعه. عندنا بكره اعلانات البطاله، ويوم الجمعه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل لدى الفيدرالي. اما فيما يخص اسعار الذهب المحلي، عيار 21 505، عيار 24 5 825، الجنيه الذهب 41 300.